السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في مطبخ أم عبد الرحمن. اليوم جبت لكم وصفة رفيس تونسي، جبتها لكم اليوم على طريقة أمهاتنا وجداتنا بطريقة سهلة وبسيطة، والأهم من هذا يعني جبت لكم اليوم بمقادير مضبوطة. يعني هذه الوصفة راح تفيد بزاف بزاف المبتدئات والناس يعني اللي ما تعرفش دير رفيس تونسي. تابعوا معايا الفيديو الأخير باش تعرفوا على الوصفة. وإذا كنتوا أول مرة تشاهدوا قناة نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش غالياتي خليوا لي جيم اسفل لا فيديو. واول حاجه نبداو بها كما تعودنا دائما هي الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. المكونات اللي نحتاجهم في هذه الوصفه، نحتاج حوالي رطل غرس كنت انا عجنته هنا بالماء فقط، ونحتاج ايضا 3 كيسان شيشه، يعني شيشه متوسط اللي نديروا بها المقروط. شوفوا هنا القوام تاعها كيفاه. نحتاج ايضا 2 مغارف كبار الزبده، ونحتاج حوالي ربع كاس حليب. نحط الشيشه تاعي في مقله، وبعد هذا نحطها فوق النار ونقعد نحرك فيها حتى نشوفها، يعني حتى نشوف الشيشه تاعي حمارت. بعد هذا نحيها من فوق النار. شوفوا هنا الشيشه بعد ما حمارت وخدات لي هذا اللون، قعدوا حركوا فيها هكذا بملعقه خشبيه، ما تغفلوش عليها باش ما تتحرق لكمش. هنا بعد ما حمرت لنا الشيشه نحيها من فوق النار، راح نزيد نضيف لها رشه ملح، وهي سخونه راح نحطها فوق الغرس هذيك، نزيد نضيف لها قلت لكم 2 مغارف كبار زبده. انا في الاول هنا راح نضيف لها مغرفه ونص، ومن بعد راح نزيد النص هذاك اللي قاعد معايا. نخلط هنا الشيشه تاعي مع الغرس والزبده. راح تذوب يعني الزبده لانه الشيشه راهي سخونه بزاف. انا هنا ما قدرتش يعني نعجنها بيدي، راح نعجنها بالمغرفه حتى تبرد لي شوي، ومن بعد نكمل نعجنها بيدي. نخلطوا هنا الغرس مليح ونعجنوه مع الشيشه حتى يعني يدخلوا المكونات كامل في بعضهم. نخلط بالمغرفه حتى تبرد لي الشيشه شوي، وبعد هذا نكمل نعجن الرفيس تاعنا بيدي بهذا الشكل. نعجن مليح وندخل هذيك الشيشه في الغرس. يعني نقعد نعجن واحد 10 دقائق هكذاك، يعني حتى ندخل الشيشه كامل في الغرس. نزيد هنا نص مغرفه اللي قعدت معايا من الزبده. هنا بعد ما تعجن لي الرفيس، يعني كي تحكموه بيديكم راح يتلم هكذا، وكي تقيسوه يتحل، يعني يولي كل حبه وحدها. في هذا الوقت نجيب الحليب ونبدا نلم في العجينه تاعي بالحليب. لموا هنا العجينه هذه تاع الرفيس بالحليب. انا الكميه هذه يعني خذات لي حوالي كاس غير ربع حليب. نلم الرفيس تاعنا مليح حتى يعني ولينا عجينه واحده، وبعد هذا راح نشكلوه. قلت لكم انا شكلته يعني على الطريقه التقليديه، نتوما كيما حبيتو تشكلوا الرفيس تاعكم. جبت هنا كيس بلاستيكي فرشته، ونبدا نقرص في الرفيس بهذه الطريقه. نزيد هنا نحط كيس بلاستيكي فوق العجينه، ونكمل نحل العجينه تاعنا بالحلال. حلها مليح. هنا بالنسبه للسمك يعني كيما حبيتو الرفيس تاعكم يجي طالع بزاف، ما تطرحوش العجينه. قلت لكم انا شكلته على الطريقه التقليديه، وانتم الا حبيتوا يعني تشكلوه بالطابع تقدروا ايضا تشكلوه بالطابع تاع المعمول. سبق وشاركتكم وصفه رفيس وشكلته بالطابع تاع الصابلي، ايضا حشيته بالكراميل. يعني اللي ما شافتش الوصفه راح نخليكم الوصفه تاعو في صندوق الوصف. لكن هذا المره يعني جبتوكم بطريقه بسيطه سهله، ما تاخذش من وقتك يعني بزاف. نكمل نقطع هنا الرفيس تاعنا على شكل مقروطات.
ونحاول يعني نسقمهم هكذا، نسقم له الحواشي تاعو كامل. وصفة يعني سهلة وجبتها لكم اليوم كما شفتوني، يعني مقادير مضبوطة هكذا، يعني ما تخافوش من الرفيس تاعكم يجي غالب عليه الغرس، ولا تجي ايضا التشيشه غالبه على الغرس ويجيكم يتفتت. يعني كاينين بزاف اللي يديروا رفيس ويجيهم يتفتت، يجي سميد غالب على الغرس. يعني بهذه الطريقه راح تحصلوا على رفيس يجي القوام تاعو يعني بزاف هايل، يجيكم قد كميه الغرس قد كميه السميد. نكمل هنا نقطع الرفيس بنفس الطريقة. وهذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، وصفة الرفيس بمقادير مضبوطة. هذه الوصفة بزاف هايلة، راح تفيد بزاف المبتدئات. الى عجبكم حبيباتي لا فيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش خليو لي جيم اسفل لا فيديو، ايضا بلا ما تنساو بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء تاعكم في مواقع التواصل الاجتماعي. هنا راح نقسم معكم حبه من الرفيس ونعتلكم كيفاه جا القوام تاعو. شوفوا يعني ما يجيكمش يتفتت، يجي بزاف هايل. بلا ما تنساو حبيباتي شاركوني بتعليقاتكم الإيجابية اللي نفرح بزاف كي نقراها. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى مع وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله.